الانترنت المصري مكان مليان بكل الاشكال وكل الانواع من كائنات الحياه. كل فتره في الانترنت المصري فيها جزء سيء فشخ، بدايه من 2016 لحد 2023. رجاله بترقص على مهرجانات، ستات كبيره بتعلم ريت مش عارف طبخ ايه، خناقات ومحاضر بترفع على يوتيوبرز، فلوجات عائليه في اماكن غريبه، لحد ما نوصل للخطبه بشكلها الجديد في 2023 شكل بروفيشنال، برامج الديتنج. يعني انا اعتقد ان كل سنه فيها فتره سيئه جدا اللي هو الواحد بيتمنى ان هي تعدي باي شكل. انا في الفيديو ده جمعت لك كل الفترات دي، ونبدا من اول 2016. 2016 كانت البدايه الفعليه لشهره اليوتيوب في مصر. اكيد في واحد عبقري يطلع يقول لي يعني اليوتيوب معمول من 2005، بس عارف يعني انا عارف 2005 كان اللي قبل 2016 كان اللي موجود على اليوتيوب باسم يوسف والبرامج بتاعته وفيديوهات قتل الصعايده واحمد ابو زيد بيشرح الجديد. ما كانش في قبل كده حد بيعمل فيديوهات على اليوتيوب. موضوع ان الناس تعمل فيديوهات على اليوتيوب ده بدا من ساعه ما المصريين عرفوا ان اليوتيوب بيقبض فلوس بالدولار. كله بقى عاوز يبقى يوتيوبر وكله عايز يختفي. نشوف سبحان الله، يعني يا دوبك ما كملناش اسبوع واحد واليوتيوب غير كل قوانين الربح، مش اي حد يقدر ياخد فلوس من اليوتيوب دلوقتي. المهم 2016 كان بدايه شهره كريتورز زي عمو هاني. مش هقدر اقول عمو هاني، يعني مش هقول انا عمو هاني الصراحه، يعني عشان حاسس ان هو المهم عمو هاني ده كل محتواه كان عباره عن شتيمه في اي حد، من اول البنات في العموم، البنات كلها. ايه رايك يا حبيبي؟ حلو. لغايه سواقين الميكروباص. السواقين دول اصلا ولاد مره. انا الحمد لله عمري ما شفت له فيديو في حياتي الصراحه، بس بتفرج دلوقتي على محمد عبد العاطي، فرقش كتير. طبعا نوع المحتوى ده بيضحك مين؟ الناس الكبيره، يعني الكبار اللي فوق ال 30 40 سنه، فاهم ازاي؟ يعني مثلا يمكن من اول فيديوهات عنده على القناه اسلوب مضحك ومبدع وحلو، الحسين. يعني انت تقنعني ان في حد فعلا اقل من ال 40 سنه هيكتب كومنت وفي الاخر هيحط التوقيع بتاعه بقى اللي هو الحسين؟ اكيد واحد فوق ال 40 سنه اللي هيعمل حاجه زي كده. زي ده برضو كده، بص والله انت برنس. طب هتقول لي ليه ده من اسوأ الفترات اللي موجوده على اليوتيوب؟ سؤال ذكي، سؤال ذكي جدا. مين اللي عبقري اللي سال السؤال ده بقى؟ عبقري انت فلته، اظن واضح ليه. يا ولاد الوسخه في ايه؟ ما تحسوا على دمكم. وفي فتره بقى الاغاني اللي كانت بتتحط على فيديوهات الجوكر اللي هو بتاع باتمان، دي كانت اسهل طريقه تعمل بيها هيت في 2016. هو عدد واحد اغنيه حزينه زائد عياط بنات زائد الجوكر كام. واعتقد ان الفتره دي كانت اسباب ان شهره الجوكر المصري. انا ما كنتش اتمنى ان هو يتشير الصراحه، لان هو كان كويس في وقت ما الى حد ما. نروح بقى ل 2017 والسنه اللي فيها الشيزوفرينيا بتاعت اليوتيوبرز. اي حد عنده شيزوفرينيا يطلع دلوقتي يعمل محتوى، هو يجيب اسدال ويطلع الشخصيات الموجوده في دماغه ويعمل بيهم محتوى. النت المصري كله كان غرقان بالمحتوى ده، كل الناس كانت بتعمل المحتوى ده. كان من اشهر واحد في اليوتيوب لغايه اقل واحد في اليوتيوب كانوا بيعملوا المحتوى ده، شادي سرور ونادر احمد والناس دي. انا اتكلمت عنهم في فيديو قبل كده، مش عايز اجيب سيرتهم، بس انا بجد عايز اعرف هو بيعمل ايه دلوقتي ليدو، ان هو كان بيعمل المحتوى ده زمان. طب الحمد لله ليدو ما بينزلش محتوى من زمان. كل دول واكيد في اكتر واكتر عملوا المحتوى ده واتشهروا بيه، بس انا يعني الحمد لله ان هم ما وصلتلهمش. المحتوى ده كان سيء ليه بقى؟ لانه يعني هو كان عقيم قوي، يعني ما كانش فيه افكار كتير، انت فاهم ازاي؟ وغير كده هو ما كانش بيضحك، واظن واضح لانه ما كملش معانا في الترند لغايه دلوقتي، ما عدا قيصر وشاور. ونروح بقى ل 2018، السنه اللي انفجر فيها المحتوى الجيمنج في الوطن العربي كله بسبب لعبه بوبجي. جيل الببجي صح؟ جربوا افتحوا لهم الحدود، والله سيصنعون الببجي في اليهود. بابجي ما كانش في حد ما بيلعبهاش برضه ما عدا انا، يعني انا ما لعبتش بابجي دي نهائي غير مره كده في 2020 او 2021 كده، جربتها كده، حملتها شهر كده قعدت العبها مع الناس. اللعبه مش قويه خالص، يعني اللعبه ما فيهاش جرافيكس، ما فيهاش تكتيكس عاليه، ما فيش اي حاجه جديده تفرق عن اي لعبه شوتر في 2010. يمكن في 2010 كان فيها العاب احسن كمان، بس اللعبه دي كانت سبب في شهره يوتيوبرز كتير. هي زي الفيديو راك، الاثنين بتعملهم وهتتشير بسرعه غير ما يكون عندك افكار للفيديو الجاي ولا المحتوى. وتاني اكتر محتوى سيء اتشهر في السنه دي كان محتوى الاكل. اي اتنين عايزين يجربوا الاندومي الحراق ما يروحوا يجيبوا 2 اندومي حراق ويجربوه قدام الكاميرا. الاندومي ده بسببهم اعتقد وصل ل 68 تقريبا او 70 جنيه، و100% السبب في ده اليوتيوبرز دول. انا لغايه النهارده مش عارف اجرب الاندومي الكور الحار نار بسبب. وفي بقى اللي ما كانوش بيحبوا المحتوى الحراق، ما كانوش يستحملوا الحاجات الحراقه، فكانوا بيعملوا فيديوهات من نوعيه تحدي اكل 9 برجر في وقت قليل جدا والعقاب بيتباع الخسران. انا متاكد ان هم ما عملوش بيتباع الخسران. وتالت اشهر حاجه في السنه دي اغاني محمد رمضان. محمد رمضان خلاص شاف ان هو كاريره في الغنى، ابتدى ياخد كاريره بجديه كده ويعمل اغاني بقى اللي هي تعلق في ودان الناس. وانا افتكر ان السنه دي كنت بسمع اغاني محمد رمضان في كل حته، في القهوه، في المدرسه، مواصلات، في اي مكان حرفيا غصب عني. السنه دي برده كان انفجار الانفلونسرز بتاع الانستجرام والفيسبوك واللي عندهم فولورز فيك والناس دول، زي علي غزلان مثلا، عمرو راضي كان مشهور في السنه دي برده. اظن الاسباب واضحه، يعني اللي دولت اسوأ ناس في السنه دي كلها. ولا الفاميلي فلوجز بقى اللي هي حرفيا اي حد عنده وصلة نت وعده فيها كاميرا هيعمل لك محتوى، زي
زي حمدي ووفاء مثلا. يعني حمدي ووفاء انا متاكد ان هم حرفيا ما بيتعبوش في اي حاجه في الفيديو غير ان هم بيصوروه بس، يعني يمكن هم بيتعبوا هم بيدوسوا الشاشه بس. وفي بقى المحتوى الميوزيكلي اللي انت لو ما لقيتوش على البرنامج ذات نفسه انت هتلاقيه في كل حته في النت، الناس بتعمل عليه رياكت. ده بص تحس بسماجه كده. ونروح بقى ل 2019 والسنه اللي انا شايف ان فيها اكتر سنه دسمه. كورونا جت خلت الناس تفضل ان هي تعمل محتوى وكله قاعد يتفرج. سنه جميله، تلاقي ناس كتير فشخ اتشهروا السنه دي من غير اي سبب تاني، يعني ما عندهمش لا محتوى ولا كاريزما ولا شكل. يعني في يعني احنا دلوقتي النت الناس بتشير بالشكل بس، في ناس مشهوره بشكلها بس دول ما عندهمش اي سبب ان هم يتشهروا. فادي بدوي السنه دي كل البنات يعني اتجننت كده، وفاهم البنات كلها اتجننت. يا اخي تخيل انت بنت وبتشوف فادي بدوي، حط نفسك مكانها كده. المشكله ان كل الناس دول كانوا موجودين في اول 3 شهور بس من السنه، ما بالك بقى بالسنه كلها. يعني بقول لك سنه دسمه، سنه مليانه كده بضغط. ونيجي بقى للبيك بتاعت التيك توك اللي هو اول ما برنامج التيك توك اتشهر في مصر. ومن ساعه ما التيك توك اتشهر وهو خلاص بقى مليان كل اشكال المحتوى البصري اللي موجوده في الكوكب. بنات تيك توك بترقص، فيديوهات هادفه، ليبسينج، كل حاجه انتشرت في الوقت ده انتشار كبير قوي واسع جدا كده، اللي هو تحس انفجر في وشنا بلاعه التيك توك. الله ليت منتشره في التايم لاين، يعني حتى اليوتيوب برضه. يعني احنا انتهينا في 2018 من رياكت على بنات ميوزيكلي، في 2019 رياكت على بنات تيك توك. وبالنسبه بقى للاغاني كان بدايه ظهور مروان بابلو كان بيعمل مهرجان ولا تراب ولا راب، والناس متجننه وكله بيتساءل السؤال اللي حار العلماء. ويجز بيتخانق معاه، ام سي هوك وحمورابي الباتل الاسطوري. انا بصراحه بحب الباتل دي بس كان لازم منشنها عشان دي حاجه. باتستوتا بيتخانق مع مروان موسى، وابي يوسف بيتخانق مع مروان موسى، ويجز وعفروتو بيتخانق مع كله حرفيا. انا ما عنديش مشكله كده في اللي فات ده كله. انا المشكله الوحيده اللي كانت موجوده في الفتره دي هم فانز الراب. يعني انا بسمع راب جديد يا جدعان، ممكن ترشحوا لي كورس كويس؟ هل بتاع رماح ده كويس؟ الراب بيعمل لي شخصيه وبيخلي الواحد يقدر يبقى عنده شخصيه ويواجه الراب ده حاجه. ده ايه ده؟ ولا قناه راب سين اللي هو حرفيا اي رابر بينزل تراك لازم يبقى يشغلوا بقى الايه السيرفر بتاعهم ده اللي موجود مش عارف فين، ويبداوا يحللوا ده ايه. عايزين نبدا نفهم كل كلمه ورا اللي انت بتقوله ده، بحيث ان انت لو اعمى هتفهم، لو اطرش هتفهم. اصل مروان بابلو لما يقول كلام لازم يتفهم برضه. المشكله ان كل فيديوهاتهم كانت بتطلع ترند. يعني انا كنت مستغرب جدا ان الترند المصري فيه حاجات بتدخل فيه غير المحتوى الاكل والعائلات والكلام ده. وبرضه من اسوأ الفترات في السنه دي الناس بتوع الكوره اللي بيحللوا كوره وكده. احنا طبعا خسرنا في افريقيا 2019 على ارضنا، فيعني دي بقى حاجه ما ده احنا كده احنا خدنا كل بقى يوتيوبر بيتكلم في الكوره طالع يعيط قدام الكاميرا. بس برضه ما ينفعش منتخب مصر. ونروح لسنه 2020 والسنه اللي يعني انا شايف ان هي اهدى سنه، اكتر سنه ممله، السنه اللي ما فيهاش اي حاجه، سنه فاضيه، كله نايم، محدش عايز ينزل محتوى وخلاص. كله حرفيا اتجه للتيك توك عشان بيجيب فيوز اكتر. اصل انت هتعمل فيديو وهيجيب ملايين من غير تعب، ليه تروح تضيع وقتك على اليوتيوب؟ ويرجع محتوى الفيسبوك تاني، والاتنشن سبان بتاع المصريين والعالم كله اتدمر خلاص. خلينا نبعد عن السنه دي عشان السنه دي انا بقرف منها قوي. تخيل 2020. نروح ل 2021 سنه ازدهار المحتوى العلمي في مصر. طبعا مع شهره الدحيح الواسعه قوي اللي انتشر في السنين اللي قبلها، خلاص كله عايز يعمل محتوى علمي، بس ما بيعملوش محتوى علمي زي الدحيح كده اللي هو برودكشن وسكريبت وبتاع. بيعملوا اسوأ انواع البوب ساينس، يعني اللي هو فيديو 30 ثانيه بيقول لك دلافين ممكن تعمل سكس على البشر السباحين سواء كان راجل او امراه. علشان كده لو شفت دولفين في الميه ما تفرحش وتقول العب معاه، ده هو اللي هيلعب في. انا بكره الفتره دي فشخ. يعني كله كان بيقدم محتوى علمي وعايز يقنعك بقى باللي هو بيقوله. انت تعرف ان الكوكب انتهى في 2012؟ طب انت ما كنتش تعرف؟ طب شوف حد. بس انا فعلا انا ممكن اعدي كل حاجه، بس المحتوى العلمي والناس هتعقل وخلاص هتفهم ان ده غلط وبتاع وهنعديها. لكن تيك توكرز يبقى ليهم قيمه؟ تيك توكر ليه قيمه؟ يعني تنزل تلاقي ايفنتات للتيك توكرز ويروحوا يسافروا دبي ويروحوا مش عارف فين. انت يعني احنا كنا قبل كده ننزل نلاقي تيك توكر بيصور فيديو بتاع نرش عليه شويه ميه يطلع يجري. لا دلوقتي بقى ماشي وراكب عربيات كويسه 2022 بقى 2022 كانت بدايه شهره محتوى الاغنياء على اليوتيوب المصري وكل المنصات تقريبا. وده اسوأ نوع من الشهره. اصل الغني مش عايز يدخل السوشيال ميديا عشان يجيب شويه فلوس مثلا، فهو داخل عشان لقى واحد صاحبه قاعد معاه مشهور والناس تيجي تتصور معاه، فهو اي غل من جواه كده اللي هو الحقير ده احسن مني. تقول لي مش مشكله، هقول لك لا مصيبه. اصل الغني ده يوم هيضرب من النت، يوم هيتجنن، فاهم؟ هيبوظ الدنيا كلها. مش انتوا بضنتوا عليا وبتاع، انا مش فارق معايا كده انا معايا فلوس تكفيني لغايه اما اموت. فهيقوم ايه طالع شتمنا كلنا. هو لسه ما حصلش لغايه دلوقتي بس هو بيحصل بره، بس يوم ما يحصل هنا في مصر الموضوع هيبقى خض. خلين الناس كلها هنا مستمتعه بالمحتوى ده قوي. المهم ليه بقول عليهم محتوى اغنياء؟ لان محتواهم كله عباره عن ان انت بتروح مكان غالي قوي، انت فاهم؟ طبعا غالي فمعناه انت لازم يكون معاك فلوس، فبيعمل لك بقى ايه ريفيو لجوه ومش عارف المكان ده فيه ايه وفي ايه. بس ده غالبا بيعمل سبونسر بقى كده محتاج فلوس، ولا هم بيصطنعوا
ما علينا، بس اللي هو ايه برضو ايا يكن الاماكن اللي بيروحوها ما تتقارنش بالاماكن اللي احنا بنروحها. يعني مش قصدي انها مكانهم احسن، اكيد لا. يعني انت تروح تشرب واحد شاي من فارس العصب وتقعد تتكلم معاه في الدنيا وبتاع. هو انت لما تيجي تقدم لواحده هتقول لابوها شغال ايه؟ بص يا حبيب قلبي، انا مش شغال اندومي بس، انا شغال اندومي وشاي وقهوه وكوفي ميكس وعناب. وبعد كده ينزل لك واحد اندومي حراق وطرش شطه. انت بتتحداني اعمل كوبايه اندومي لنفسي واحط عليها برطمان الشطه ده كله؟ ولا تروح تقعد مع واحد غني ياكلك مش عارف اسامي الاكل بتاعه، بس هنقول سي فود مثلا، انا بكرهه فشخ. اكيد ما تجيش، يعني اكيد الاماكن بتاعتهم ما تجيش حاجه لفارس العصر. وبرده من الحاجات السيئه جدا اللي انتشرت قوي في السنه دي كانت لايفات التيك توك. كله كان متضايق من لايفات التيك توك، كل الناس كرهاها، لدرجه ان المسلسل الكبير نزل بقى قعد يتريق عليهم وبص بيحط مش عارف ايه على وشهم. وتيجي تدخل اللايف تلاقي عليه اكتر من 2000 3000 واحد. ازاي كل الناس مستفيده؟ ليه بقى؟ ان هو واحد قاعد وبيعمل لايف، انت فاهم، وبيلوش شويه دي على وشه، ويجي واحد غني يقوم ايه رميله شويه سودا. المهم ان الموضوع يعني طلع غسيل اموال وبتاع، خلي القصه دي الفيديو تاني. بس المهم ان هو بيجي يرميله شويه فلوس وبعد خلاص. هو بالنسبه له الموضوع سهل، ان هو متخيل ان هو لما يحط دي على وشه ويجيله فلوس ده حاجه سهله قوي. ونروح بقى للسنه الاخيره في الفيديو ده وهي سنه 2023 وبدايه شهره برامج الديتنج. الفكره انها اتعملت قبل كده في بره مصر وكانت كويسه، اللي هو كويسه يعني ماشي فاهم، لان هم كانوا بيجيبوا ناس مشاهير اصلا ويعملوا معاهم الفيديوهات دي. لكن انا راضي ذمتك، انت تعرف حد جه قبل كده في البرنامج ده؟ انت عمرك شفته؟ انت عمرك شبهت على حد فيهم؟ انا عمري ما شفت حد فيهم. بس يا سيدي انا عاذرهم، معاهمش فلوس يعملوا برودكشن عالي وبتاع، مش مشكله. بس في برضه شركه كبيره عملت الموضوع دوت وكان برضه، اصل هم يجيبوا لك مين بقى؟ ممثل عمره ما خد دور رئيسي في حياته يقول لك ايه ينزل معاهم ديت، او واحد عنده شركه في سويسرا ويبقى على كميه المحتوى اللي موجود ليهم على التيك توك. يا اما هو بيكسب جبهتها اللي هو يا اما بيلحس بين صوابع رجليها ونفسه الكوين دي ترد عليه وتعبره وتوافق ان هو تنزل معاه ديت تاني وبتاع. المشكله ان انا غصب عني المحتوى ده بيجي قدامي كل مره ادوس مش مهتم وبرده يجي لي. يعني كل لما يطلع لي اقول مش مهتم والله ويجي لي تاني. انت فاهم ازاي؟ تحس بدوس بيزوده اكتر. انا مش عارف بصراحه قمه الفرحه اللي انا ابقى فيها يوم ما البرامج المخصيه دي كلها تتقفل. وبس كده يعني الفيديو خلص والكامباك ورجعت للقناه تاني. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام ولايك للفيديو سبسكرايب للقناه. ايه تاني المفروض كنت عايز اعمل لايك سبسكرايب وكومنت وبس كده. سلام.